السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين، ودي كانت آخر مسابقة لينا في الترم الأول. كانت في آخر فيديو في الترم الأول. تعالوا مع بعض نحل السؤال الأول كده. I couldn't answer the doorbell. I couldn't answer the doorbell. أنا ما قدرتش أرد على جرس الباب. since هنا معناها بتساوي كلمة because لأن. since معناها because لأن. طيب يبقى أنا ما قدرتش أرد في الماضي لأني كنت منشغل بشيء برضو كان بيحصل في الماضي، في الماضي الإيه؟ المستمر. يبقى دايما لما في شيء ما قدرتش أعمله في الماضي، الشيء اللي خلاني ما قدرتش أعمل الشيء ده بيكون دايما في الماضي المستمر. أنا ما قدرتش أرد على جرس الباب لأني كنت باخد شاور، يبقى I was having a shower. تمام؟ لما تلاقي هنا عدم استطاعة في الماضي يبقى السبب أكيد هيبقى في الماضي المستمر، اللي هو إن أنا لأني كنت منشغل في حاجة أو مستمر في حاجة في الماضي المستمر، اللي هي إن أنا كنت باخد دش في الماضي المستمر، بيتكون من was أو were زائد الفيرب ing. طبعا I بتاخد was. طيب everything is prepared. أول ما نلاقي كلمة prepared على طول نعرف إن إحنا بنتكلم في المضارع المستمر. تمام؟ يبقى بنتكلم في الفيوتشر المرتبط بالمضارع المستمر، المستقبل المرتبط بالمضارع المستمر. تمام؟ اللي هو arranged future. يبقى كلمة prepared أو arranged. كلمة prepared معد، أو arranged يعني منظم أو جاهز. تمام؟ يبقى على طول بتكلم في المضارع المستمر. يبقى we are meeting next Monday. تمام؟ نحن سنتقابل الاثنين القادم. على طول يبقى في عندي ايه؟ ترتيبات للمستقبل بستخدم معاها المضارع المستمر. I can't go out with you. انا مش هقدر امشي معاك. خلي بالك هنا انا ما قدرتش ارد على جرس الباب في الماضي، لكن هنا انا مش هقدر في المضارع اطلع معاك. ليه؟ اكيد في عندي حاجة هعملها ومرتب لها ومجهز لها. يبقى في ترتيبات برضو في المضارع اللي هي بسميها في ترتيبات للمستقبل، بستخدم لها المضارع المستمر برضو. يبقى I am helping my mom. ناخد بالنا من النقطة دي لان كتير جدا اجابوا ب I am going to help. الإجابة الصحيحة I am helping. بستخدم ال present continuous هنا علشان أعبر عن ال arranged future أو المستقبل المعد له والمرتب ليه. طب إيه اللي عرفني إنه معد ليه أو مرتب ليه؟ لأن عندي أهو I can't go out with you. في عدم استطاعة في المضارع I can't، يبقى على طول السبب اللي منعني هيكون في المضارع المستمر. طب لو عدم الاستطاعة في الماضي يبقى اكيد السبب اللي منعني هيكون في الماضي المستمر. يبقى عدم الاستطاعة في الماضي بستخدم معاها الماضي المستمر. عدم الاستطاعة في المضارع اهو كان اهي مش كود، يبقى كان على طول بستخدم معاها المضارع المستمر اللي منعني عن هذا الشيء ان انا مرتب هعمل حاجة. يبقى في عندي arranged future. طبعا انا عارف ان السؤال الاخير ده كان سؤال تقيل حبتين، بس في ناس قدرت انها تجاوب ولله الحمد. هم مش كتير اي نعم. تعالوا مع بعض ندخل على لوحة شرف القناة ونشوف هنكرم مين من أبطالنا أبطال القناة النهاردة. هنبدأ مع أول طالبة قامت بالتعليق بالإجابة الصحيحة، وهي الطالبة رحاب محمد. أحمد مصطفى من الإسماعيلية. شيرين علي المنيب. صفاء محمد رضا من سوهاج. فاطمة الزهراء محمد من بسيون. ساندي مجدي من الجيزة. محمد محمود صلاح من المنصورة. شادي إبراهيم من الزقازيق. علا إبراهيم من أشمون. آية محمد البحيرة. بنبارك ليكم أحبتنا ودعواتنا ليكم يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي. هو عبارة عن امتحان نموذجي على الوحدة السابعة.
امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات على الوحدة السابعة، هنحله مع بعض. وما تنسوش سايب لكم اسفل هذا الفيديو جميع فيديوهات شرح ومراجعة، وفي امتحانات برضو للوحدة السابعة اسفل هذا الفيديو للي حابب انه يطلع عليها. هتلاقوا شرح، فيديوهات شرح ومراجعة وامتحانات الوحدة السابعة اسفل هذا الفيديو للي حابب ان هو يطلع عليها. وبفكركم احبتي ان انتوا تفضلوا معانا لنهاية الفيديو علشان تستفيدوا اقصى استفادة من الاسئلة اللي هنحلها مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهاية الفيديو. وبفكركم احبتي لو دي اول زيارة ليكم للقناة، سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز او الاشعارات بتاعتنا اولا باول. وعذرا على هذه المقدمة الطويلة. هنبدأ مع بعض. اول سؤال عندنا في امتحاننا هو complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية. طبعا لازم نقرأ الانترودكشن سنتنس، دي مهمة جدا. رقية and حور are talking about natural wonders in Egypt. رقية وحور بيتكلموا عن العجائب الطبيعية في مصر. رقية بتقول Hi حور، ازيك يا حور. Have you heard about the natural wonders in Egypt؟ هل سمعتي عن العجائب الطبيعية في مصر؟ Have you heard؟ هل سمعتي عنها؟ فحور بترد تقول هاي رقية. خلي بالكم يا جماعة نجهز ورقة وقلم وجنبنا كوباية الشاي كده، ونطلع الكلمات اللي احنا حاسين انها جديدة علينا ونحفظها تماما، لان حفظ الكلمات مهم جدا جدا. نحفظ جميع الكلمات اللي هنطلعها في الدرس بتاعنا او في الفيديو بتاعنا النهاردة. فهترد حور وتقول هاي رقية، وبعدين هتجاوب على السؤال ده اللي هو have you heard في رقم 1. هتجاوب على السؤال. هنجاوب على السؤال ده بإيه؟ يا إما yes لأن ده سؤال بهل، yes I، هاجي أحول you ل I، yes I have، أو no I haven't. يا إما yes I have يا إما no I haven't. طيب أنا هجاوب ب yes I have ولا no I haven't؟ لازم أنزل تحت وأشوف. رقية بتسأل سؤال فردت حور قالت لها I watched a program about them on TV. أنا شاهدت برنامج عنهم في التلفاز. يبقى أكيد طالما حور بتقول كده يبقى فعلا سمعت عنهم، عن العجائب الطبيعية في مصر. يبقى yes I have. تمام. رقية بتسأل سؤال في رقم 2 فردت عليها حور I watched a program about them on TV. أنا شاهدت برنامج عنهم في التلفاز. يبقى أكيد السؤال أين سمعتي عنهم، عشان بتقول لها هل أنت سمعتي عن الناتشورال وندرز؟ قالت لها نعم أنا سمعت. فالطبيعي تقول لها أين سمعتي عنهم؟ فتقول أنا شاهدت برنامج عنهم في التلفاز. تمام. أين سمعتي عنهم؟ يلا نشوف كده أين يعني إيه؟ where. تمام، دي أداة الاستفهام. محتاج بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد. هنجيب الفعل المساعد منين؟ أهو موجود على السؤال الأولاني أهو. where have you heard about the natural wonders؟ where have you heard about the natural wonders؟ بس أنا ممكن أشيل the natural wonders على بعض كده اللي هي العجائب الطبيعية وأحط مكانها ضمير المفعول them. يبقى where have you heard about them؟ أين سمعتي عنهم؟ طب واللي يشيل them ويحط مكانها the natural wonders تمام، مفيش أي مشاكل. طيب can you name one of these wonders؟ يعني إيه السؤال ده يا شباب؟ أيوة تمام، هل يمكن أن تسمي إحدى هذه العجائب؟ فهتقول لها طبعا كذا كذا عجيبة منهم، مش هنعرفها إلا لما ننزل تحت. رقية بتقول لها وادي الوشواشي، وبعلامة تعجب كده. يبقى أكيد حور ردت قالت أنا عندي واحد منهم اللي هو وادي الوشواشي. يبقى yes وادي الوشواشي is one of these wonders. وادي الوشواشي هو واحد من هذه العجائب. فقالت لها وادي الوشواشي. وبعدين رقية سألت سؤال في رقم 4 فردت حور قالت لها it's near نويبع in South Sinai، إنه بالقرب من نويبع في سيناء الجنوبية. يبقى أكيد السؤال إيه؟ أين يكون وادي الوشواشي؟ أو أين يكون هو؟ مكانها مثلا أعوض عنها بضمير مناسب. يبقى where is it؟ علشان أنا جبت is it دي منين؟ أهو الإجابة بتقول it is. يبقى where is it؟ يعني أنا بجيبش الإجابة من دماغي، أنا بتكون السؤال من خلال الإجابة اللي تحتيه. طيب did you visit South Sinai before؟ هل سبق لك أن زرتي جنوب سيناء؟ طبعا هتجاوب تقول yes I did. عارفين طبعا ده سؤال بهل سهل جدا. أو no I didn't برضو نفس الحكاية. هنجاوب yes ولا no؟
تعالوا ننزل تحت كده ونقول I hope، أنا أتمنى that I will visit it one day، أتمنى إن أنا أزوره في يوم من الأيام. يبقى أكيد هي ما زارتوش قبل كده، يبقى إيه؟ هتقول no I didn't، ما زارتش جنوب سيناء قبل كده. Did you visit South Sinai before؟ هتقول no I didn't. I hope اللي عرفني إن هي no إيه؟ اللي هو أتمنى إن أنا سأزورها في يوم من الأيام. تمام؟ تعالوا ننتقل إلى السؤال الثاني عندنا، هيكون بالشكل ده: قطعة وعليها 4 فراغات وجايب لي 6 كلمات، المفروض هملأ ال4 فراغات دول ب4 كلمات من الكلمات اللي فوق. ذا خارجة oasis اللي هي الواحة الخارجة، oasis بمعنى واحة، is surrounded by desert. يعني ايه يا شباب surrounded by؟ تمام، محاطة ب. surrounded by يعني ايه؟ محاطة ب. محاطة بايه؟ بالصحراء desert. far from the river Nile، بعيدا عن نهر النيل. It is spaced by more and more tourists every year. It is نقط by بواسطة المزيد والمزيد من السياح كل عام. طبعا دي جملة passive voice أو مبني للمجهول، إنه يزار بواسطة الكثير والكثير من السياح كل عام. المبني المجهول بيتكون من إيه؟ أيوة is زائد التصريف الثالث من الفعل اللي هو visited. ما ينفعش أقول visit تمام ولا visiting، يبقى it is visited التصريف الثالث. إنه إيه يقصد بها الإيه؟ ذا خارجة oasis اللي هي واحة الخارجة، إنها تزار بواسطة الكثير من السياح. hundreds of space palm trees، عايز يقول المئات من أشجار النخيل. أيوة برافو عليكم، date palm trees. date palm trees بمعنى أشجار النخيل. are growing here، تزرع هنا. are growing ده برضو مبني المجهول، خلي بالكم. are وهو ده الجرامر بتاعنا في الوحدة، كان عن الباسيف فويس في المضارع البسيط والباسيف فويس في الماضي البسيط. احنا هنا بنتكلم في الباسيف فويس في المضارع البسيط، لأن are مضارع وبعدها التصريف الثالث للفعل، يبقى على طول أنا بتكلم في المبني للمجهول. بدل ما أقول يزرع هقول يزرع. المزيد من الأشجار تزرع here هنا. the dates are sold، البلح بقى نفسه dates يعني البلح. are sold برضو مبني المجهول، يباع. in many shops، في المزيد أو العديد من المحلات. in the area، في المنطقة. you can also space your bags with، يمكنك أيضا أن نقط your bags شنطك with be the baskets السلال، shoes الأحذية، and space that are also made التي أيضا تكون مصنوعة from the date palm trees من أشجار النخيل. تعالوا نشوف الأول you can also نقط your bags. فاضل لنا إيه؟ فاضل لنا fail وfill وfurniture وفيزيتنج. قلنا طارت مع مين؟ مع فيزيتد. هو جايب لي فيزيتنج عشان يلخبطني، خلي بالك بينها وبين فيزيت، يبقى احنا طيرنا فيزيتنج وفيزيتد مع بعض. طيب يبقى انا هستطيع ان اعمل ايه في شنطتي؟ ايوه املى شنطتي بالسلال وبالاحذيه وبالحاجات التانيه. تعال نشوف يملأ يعني ايه بقى؟ تمام، فيل، ممتازين، اف اي ال ال، يملأ. طب امال فيل معناها ايه؟ برافو، يعني يرسب. فيل بمعنى يفشل او يرسب. طيب مليناها بايه؟ مليناها في الشنط بالشنطه بتاعتنا او الشنط بتاعتنا بالباسكتس السلال، والشوز الاحذيه، اند ايه وايه تاني؟ ايوه فرنتشر والاثاث. فرنتشر that are also التي ايضا تكون مصنوعه من الاشجار النخيل. السؤال الثالث عندنا قطعه وعليها بعض الاسئله، وهي قطعه يعني هتعجبكم ان شاء الله، ركزوا معايا فيها طبعا، ويا ريت نطلع الكلمات الجديده اللي فيها ونحفظها. A doctor was called to treat a rich man's son. في طبيب تم استدعائه أو تم الاتصال به، تمام، علشان يعالج، treat يعالج ابن أحد الرجال الأغنياء. a rich man's son، ابن رجل غني، تمام. he was skillful، هو كان skillful. خلي بالك هيسألني على skillful طالما عملها بالشكل ده كده. enough بما فيه الكفاية، هو كان skillful بما فيه الكفاية to save the boy لكي ينقذ الولد. كان راجل skillful لدرجة ان هو قدر ينقذ الولد. the rich man was very grateful، الرجل الغني كان ممتن. grateful معناها ممتن. to the doctor ممتن للطبيب. to show his thanks لكي يوضح أو يبين شكره to the doctor للطبيب. he offered him
هو عرض عليه a small but beautiful bag. شنطة جميلة ولكنها صغيرة، أو شنطة صغيرة ولكنها جميلة. When the doctor saw the bag، عندما رأى الطبيب الشنطة، he became very angry. هو أصبح غاضب جدا. as هنا معناها because، لأن he had expected، لأنه توقع. expected يعني توقع، ده زمن ماضي تام يا جماعة، هندرسه إن شاء الله الترم ده. had expected، had زائد الصفر الثالث من الفعل، هو ده الماضي التام. هو توقع a large sum of money، توقع مبلغ ضخم من النقود. he said angrily، هو قال بغضب، قال إيه بقى؟ a bag is suitable present for a friend. الشنطة هي مناسبة أو هدية مناسبة لصديق. but I am a doctor، ولكن أنا طبيب. and I need money to get my needs، وأنا أحتاج النقود لكي أحصل على احتياجاتي. the father quietly asked the doctor، الأب بهدوء سأل الطبيب to tell him، أن يخبره، أو طلب من الطبيب إن هو يخبره tell him about. طبعا هيسألني عن him، ده الضمير ده عائد على إيه؟ about the money، يقول له عن الفلوس اللي هو عايزها. he wanted. the doctor replied، الدكتور أجاب 50 pounds، 50 جنيه. يا ده انت رخيص قوي. the rich man opened the bag، الرجل الغني فتح الشنطة اللي هو كان مديها لمين؟ للطبيب من شوية. and took out، واستخرج من الشنطة 100 pounds، استخرج من الشنطة 100 جنيه، تمام؟ which he had placed inside، اللي كان وضعها في داخل، أو في داخل الشنطة يعني. he handed 50 pounds to the doctor، هو سلم للطبيب 50 جنيه من المية. took the bag، وأخذ الشنطة. and placed the rest of the money، ووضع placed هنا معناها وضع بقية الفلوس in his pocket، في جيبه، يعني حط ال 50 جنيه الباقية في جيبه. you may imagine، أنت ربما تتخيل the doctor's sorrow، حزن التصرف هنا معناها حزن الطبيب when the boy's father، عندما والد الطفل أو الصبي kept the rest of the money، احتفظ ببقية الفلوس for himself، لنفسه، احتفظ بيها لنفسه. طبعا هو طبيب حظه وحش أو فقري، لأن هو رفض الشنطة اللي كان جواها 100 جنيه، تمام؟ فاهمين القصة؟ فقال له لا، هو ما يعرفش ان في 100 جنيه جوه الشنطه. قال له لا انا عايز فلوس مش عايز شنطه. فالراجل راح مطلع ال 100 جنيه من الشنطه واداله ال 50 جنيه وخد الشنطه لنفسه وخد بقيه ال 50 جنيه. ده دكتور. السؤال الاول طبعا سؤال اختيار من متعدد، عندنا 3 اسئله اختيار من متعدد و3 اسئله مباشره. The doctor was angry، الطبيب كان غضبان because he believed، لانه صدق، او هنا believed بمعنى اعتقد، لأنه اعتقد the bag was not worth much، إن الشنطة لا تساوي الكثير. worth يعني تساوي أو تستحق، تمام؟ لا تساوي الكثير. ولا the bag was small، ولا لأن الشنطة كانت صغيرة. ولا the bag was full of money، ولا لأن الشنطة كان غضبان لأن الشنطة كانت مليانة فلوس. ولا لأن الشنطة هو اعتقد إن الشنطة was empty، كانت فارغة. ايوه هو اعتقد ان الشنطه كانت فارغه، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده ذا دكتور، طبعا خلي بالك الاجابه الاولانيه ذا باج واز نوت worth ماتش، ان الشنطه لا تساوي الكثير. لا هو كان شايف ان الشنطه كويسه لان الشنطه كانت صغيره، اي نعم، بس بيوتيفول باج، كانت شنطه جميله، يبقى كانت بتساوي اكيد. بس هو ما كانش عايز شنطه، هو كان عايز فلوس. ذا دكتور واز سوري، الطبيب كان حزين. ليه بقى؟ because لأنه he lost، فقد أو ضاع منه كام؟ 50 pounds ولا 1، محدش يجاوب بسرعة، فكروا الآخر. ولا 100 pounds 100 جنيه، ولا 50 pounds and the bag 50 جنيه والشنطة، ولا 30 pounds. أيوة نمبر سي، برافو عليكم، اللي هي ضاع منه 50 جنيه وضاع منه الشنطة كمان الجميلة. السؤال الثالث هو سؤال اختيار متعدد مرتبط برضو بالقطعة. The underlined word skillful means، الكلمة اللي محطوط تحتها خط skillful معناها ايه؟ experienced يعني خبير، ولا important، ولا normal عادي، ولا usual عادي. important يعني هام. تعالوا نشوف كده.
بيقول لك a doctor was called to treat a rich man's son. He was skillful enough. هو كان skillful enough بدرجة كافية لكي ينقذ الولد. يبقى أكيد خبير بدرجة كافية. يبقى هتبقى الإجابة نمبر A. السؤال الرابع والخامس والسادس هي أسئلة مباشرة. Why was the rich man grateful؟ ليه الراجل الغني كان ممتن to the doctor؟ أيوة لأنه أنقذ حياة ابنه. يبقى because he saved his son، لأنه أنقذ ابنه. What does the underlined pronoun him refer to؟ كان في ضمير him موجود في القطعة، عايزين نشوف يشير إلى إيه. طيب هو الراجل the father الأب quietly بهدوء asked the doctor سأل أو طلب من الطبيب إن هو يخبره. يخبر مين بقى؟ هم دي عايدة على مين؟ أيوة على الفاذر. يبقى أكيد هنقول it refers to the father، إنها تشير إلى الأب. طيب give a suitable title for the passage. اعطي عنوانا مناسبا للقطعة. هنديها عنوان نقول إيه مثلا؟ أيوة ممكن نقول الطبيب الطماع the greedy doctor. ممكن نقول إن هو الطبيب المنحوس أو اللي حظه وحش. يبقى إيه معناها المنحوس أو اللي حظه وحش؟ unlucky doctor. يبقى ممكن نقول the greedy doctor أو the unlucky doctor، الطبيب المنحوس أو اللي حظه مش حلو. طيب تعالوا نشوف السؤال الرابع. عندنا أسئلة اختيار من متعدد. A or an space is a very large sea. هو بحر كبير جدا. lake pond river ocean. أيوة ممتازين. ocean هي الإجابة الصحيحة. ومعناها إيه بقى ocean؟ أيوة محيط. ocean بمعنى محيط. هو عبارة عن large sea بحر كبير. river معناها نهر. pond معناها بركة. lake يعني بحيرة. One of the seven space of the ancient world is the pyramids. واحد من عايز اقول العجائب السبعة تمام للعالم القديم هي الأهرامات. يعني ايه عجائب بقى؟ أيوة ممتازين. رقم سي wonders بمعنى عجائب بالأو. طيب أمال بالإيه دي معناها إيه؟ هي برضو نطقها wonders ونطقها برضو wonders. طيب الكتابة بتاعتها دبليو ايه خلي بالك بمعنى يتجول. تمام wander يعني يتجول بلا هدف كده أو يتمشى كده. طيب we change the word round. احنا بنغير الكلمة round into a verb إلى فعل by adding the prefix عن طريق إضافة البادئة. prefix إيه؟ خلي بالكم هنا round. تعالوا نجرب كده نضيف لها البادئات دي. around ما سمعناش عن حاجة اسمها around. this round ولا this round. surround ماشي صح. يبقى هي surround. surround رقم سي عشان تدينا بمعنى يحيط بي. surround يعني ايه؟ يحيط بي. You should avoid sitting with bad boys. يجب أن تتجنب الجلوس مع الأولاد الوحشين. The antonym of avoid is عايز عكس كلمة avoid. تمام avoid يعني يتجنب. ممتازين. طيب عكسها ايه بقى؟ أيوة يواجه. يعني ايه يواجه بقى؟ ممتازين. رقم دي face يعني يواجه يتجنب. عكسها face يواجه. cover يغطي. prevent يلا فكروني كده prevent يعني ايه؟ يمنع. prevent معناها يمنع. طب و invent يلا فكروني كده يا شباب. ممتازين. invent بمعنى يخترع. sea turtles اللي هي السلحفاة البحرية rarely leave the ocean. نادرا ما تغادر المحيط. انا كنتش عايز اقول كلمة rarely دي. the synonym هو عايز the synonym of the word rarely. عايز مرادف كلمة rarely is ايه؟ rarely مرادفها ايه؟ a lot ولا hard ولا hardly ولا often. ممتازين. سامع حد بيقول hardly. جميل. كل اللي جاوب hardly ممتازين. يبقى عندي هنا مرادف كلمة rarely مرادفها hardly. space habitats are also in danger because of pollution on the beaches. بسبب التلوث على الشواطئ. يبقى coastal habitats ولا polar habitats ولا wetland habitats ولا desert habitats. يلا نفكر كده. ايوه اللي هي البيئات الساحليه علشان بيقول لي في الاخر لان في تلوث على الشواطئ يبقى اكيد بيئات ساحليه. فكروني كده ساحليه يعني ايه؟ ايوه تمام نمبر A coastal habitats يعني بيئات ساحليه. polar معناها قطبيه. تمام. wetland يعني مطيره او فيها مطره كتير. desert يعني صحراء.
طيب السؤال الخامس عارفينه طبعا، كلنا عرفناه خلاص، هنصوب الكلمة اللي بين قوسين. The pyramids الأهرامات visit by millions of tourists every year. يلا نفكر كده في السؤال ده يا اخوانا. سامع ناس بتجاوب ايوه برافو عليكم. هتبقى باسيف فويس، ممتازين، مبني للمجهول مش مبني للمعلوم، لان الاهرامات ما ينفعش تزور، امال ينفع ايه؟ نقول تزار. طالما انا عملتها في المجهول قلت تزار، مش هي اللي بتزور، هي بتزار بواسطة الملايين من السياح. حتى جايب لي باي هنا، by millions of tourists every year، كل عام. طيب الجملة دي مبنية للمجهول، مبنية للمجهول في المضارع ولا مبنية للمجهول في الماضي؟ ممتازين، مبنية للمجهول في المضارع علشان في every هنا، تمام؟ طيب يلا نفتكر كده المبني المجهول في المضارع بنكونه ازاي؟ am او is او are زائد التصريف الثالث من الفعل، تمام؟ يبقى بحط verb to be في المضارع عشان انا بتكلم في زمن المضارع. تكوين الباسيف فويس او المبني المجهول في المضارع سهل جدا، بحط verb to be في المضارع اللي هو am او is او are يليه التصريف الثالث من الفعل. يلا نفكر كده. the pyramids الاهرامات بتاخد am ولا is ولا are؟ are طبعا. وvisit التصريف الثالث منها visited، تصريف منتظم، يبقى are visited تزار. a lot of new projects الكثير من المشاريع الجديدة space do in Egypt in the last 10 years. في خلي بالك من كلمة in the last 10 years. المشاريع بتفعل ولا تفعل أو تقام؟ هنا معناها المشاريع تقام مش تفعل، يعني هي do هنا بمعنى تقام أو تنفذ. طيب يلا نفكر كده. طبعا هتبقى في الباسيف فويس برضو. بروجكتس المشاريع ما ينفعش انها تفعل، لكن ينفع تفعل او تنفذ، يبقى هنقولها في المبني للمجهول. المبني يكون مضارع ولا ماضي؟ في ناس بتقول the last 10 years، في العشر سنوات الماضية، يبقى على طول بتكلم في الباست سيمبل باسيف. المبني للمجهول الماضي بيتكون من ايه؟ من was او were زائد التصريف الثالث من الفعل، بكونه من verb to be في الماضي زائد التصريف الثالث من الفعل. انا هنا في المضارع المبني المجهول كنت بكون verb to be في المضارع عشان الجمله مضارع، تمام، وزائد التصريف الثالث. هنا علشان الجمله ماضي بجيب verb to be في الماضي اللي هو was او were زائد التصريف الثالث من الفعل do. يلا نشوف كده projects مفرد ولا جمع؟ projects جمع طبعا، تاخد was ولا were؟ تاخد were. والتصريف الثالث من do، ايوه ممتازين، do did done، يبقى التصريف الثالث هو done، يبقى were done يعني نفذت. الكثير من المشاريع نفذت في مصر. ماشي. how space the furniture made in the past، خلي بالك in the past في الماضي، يبقى بتكلم في الماضي. وهنا في مبني للمجهول لان ايه؟ عايز يقول كيف الاساس، اساس البيت يعني، صنع في الماضي. صنع ايه اللي عرفني؟ عشان جايب التصريف الثالث اهو، خلي بالك جايب التصريف الثالث من ميك. يبقى هاو الفرنتشر بتاخد طبعا طالما ماضي يبقى was او were. الفرنتشر بتاخد was او were، طبعا بتاخد was لانها مفرد، لانها اسم uncountable غير معدود، بيعامل معاملة المفرد، يبقى was the furniture made. يبقى ده مبني المجهول كيف الاثاث يصنع في الماضي. in the last 100 years في 100 سنة الماضية، the last خلي بالك، نحن space more than 800 species أكتر من 800 فصيل أو نوع أو جنس حيواني. species بمعنى فصائل، فصائل يعني إيه؟ يعني أجناس من الحيوانات. طيب احنا فقدنا اكيد في المبني المعلوم ولا مجهول؟ ده معلوم طبعا لان احنا فقدنا اكثر من 800 نوع من الحيوانات. فقدنا يبقى lost في الماضي العادي خالص اللي هو مش مبني للمجهول، مبني للمعلوم. My city مدينتي space no forgot cotton but now it isn't. سامع حد بيقول is knowing على طول كده مستعجل وبيقول is knowing. طب خلي بالك كمل الجمله الاخر، هي is know يعني تعرف وبنستخدمها كتير، مدينتي تعرف بالقطن الجيد. لا خلي بالك هنا بيقول لي but ولكن الان it isn't، ولكن الان لا تعرف، يبقى اكيد بيتكلم في الماضي، يبقى my city was known. التصريف الثالث من نو تبقى was known. خلي بالك ماي سيتي مش هي اللي هتعرف، عشان كده انا عرفت انها مبنيه للمجهول. المدينه تعرف في المبني المجهول، يبقى تعرف في الماضي، واللي عرفني ماضي ايه؟ عشان بيقول لي ولكن الان هي لا تكون كذلك، يبقى هي كانت تعرف بالقطن الجيد ولكن الان ليست كذلك، هو اللي عرفني ان الجمله
ماضي my city was known. اتمنى ان احنا نكون بنستفيد من الاسئله على قد ما بقدر. بحاول اجيب لكم الاسئله اللي ممكن تمثل مشكله بالنسبه لكم، او مش مشكله اللي هي جديده، او اللي بحاول اجيب الحاجات اللي هي فيها صعوبه شويه. تعالوا ننتقل الى اخر سؤال عندنا، وهو هنكتب ريفيو من 110 كلمة عن موضوع مهم جدا في يونت 7، هو Natural Wonders of Egypt، العجائب الطبيعية لمصر. طبعا عشان نكتب باراجراف كويس لازم اول حاجة نكتب افكارنا على جنب كده، تمام، والافكار بتاعتنا نحولها الى جمل سهله وبسيطه، وتكون الجمل دي خاليه من 3 حاجات، ما فيهاش 3 حاجات. ايه ال3 حاجات دول؟ اول حاجه ما فيهاش اخطاء في علامات الترقيم، يعني نبدا كل جمله بحرف كابيتال ونختمها بنقطه، ولو في اسم شخص او يوم من ايام الاسبوع او مدينه كبيره نبداه بحرف كابيتال، تمام. طيب وكمان ما يكونش تاني حاجة عندنا الجملة بتاعتنا واحنا بنركبها هنا ما يكونش فيها اخطاء في الجرامر. يعني ايه؟ يعني ما تكونش مثلا تقول the people is، لا the people are، الناس تكون are مش is، ما يكونش فيها اخطاء في الجرامر على قد ما نقدر، تمام. وتالت نقطة بقى وهي ان احنا نحافظ على السبيلنج يكون سليم، اللي هي الكتابة بتاعتنا للكلمات تكون سليمة، ما فيهاش اخطاء في السبيلنج. تعالوا نشوف كده الباراجراف المقترح ليكم. انا سايب فراغ في اول سطر، في فراغ صغير كده في اول سطر، تمام. بنصحكم ان انتوا تسيبوه في اول سطر فقط، قد كلمه صغيره كده. وفي عندي جملتين افتتاحيتين ينفع يتحطوا في بدايه اي باراجراف، هعرفكم ازاي نركبهم في اي باراجراف. اول جمله first of all، اولا I think، انا اعتقد this topic is very important، ان هذا الموضوع مهم جدا. in this paragraph، في هذا الباراجراف I am going to write، أنا سأكتب. I am going to write إيه؟ سأكتب إيه بقى؟ أشوف اللي أنا هكتبه. أنا هكتب إيه؟ هكتب مراجعة نقدية عن العجائب الطبيعية في مصر. يبقى هكتب إيه؟ ريفيو on، عن إيه؟ Natural Wonders of Egypt، العنوان بتاعه on Natural Wonders of Egypt، نزلته زي ما هو. دول الجملتين الافتتاحيتين. نبدأ بقى في أول جملة في جسم الباراجراف. There are a lot of natural wonders in Egypt. يوجد الكثير من العجائب الطبيعية في مصر. I think، أنا أعتقد people and visitors، إن الناس والزوار should know about them، يجب أن يعرفوا عنهم. to enjoy، لكي يستمتعوا. visiting them، لاحظ إن enjoy جاي بعدها الفيرب ing، لكي يستمتعوا بزيارتهم. The most famous natural wonders are، أكتر عجائب طبيعية مشهورة تكون The White Desert National Park، الحديقة القومية الصحراوية البيضاء، والنيزك ليك، بحيرة النيزك، and جبل علبة اللي هو جبل علبة. The White هيبدأ بقى يفصص كل واحدة فيهم. The White Desert National Park اللي هي الحديقة القومية الصحراوية البيضاء is an amazing place، هي مكان مدهش. because it contains، لأنها تحتوي contains، خلي بالك اسم المضارع it contains تحتوي. 5 oases، خلي بالك oases جمع oasis بالاي، oasis بالاي، مكان الاي هنا اي، الجمع بتاعها oases اللي هو واحات، with جمع شاذ طبعا. with rocks، هي فيها 5 واحات بها صخور. It's a wonder، إنها عجيبة. ليه بقى؟ because the colors of the rocks، لأن ألوان الصخور change، تتغير، and look beautiful، وتبدو جميلة. تاني عجيبة عندنا النيزك ليك is called the shooting star. النيزك ليك اللي هي بحيرة النيزك تسمى الشهاب، تمام. الشهب يعني shooting star بمعنى الشهب أو الشهاب اللي هو بينزل من السماء. It has the shape of an eye، إنها بها شكل أو لها شكل عين، of an eye، شكلها زي العين كده. It's one of the best places to dive and swim، إنها واحدة من أفضل الأماكن للغوص والسباحة. جبل علبة اللي هو جبل علبة is a national park، هو حديقة قومية. although، على الرغم من، it's a desert land، على الرغم من إنها أرض صحراوية. it is unusually green، إنها على غير العادة خضراء، يعني هي حتة صحراء ولكنها على غير العادة unusually green، خضراء.
and home وهي موطن. home هنا معناها موطن to many animals للعديد من الحيوانات and birds والطيور. I think أنا أعتقد they are the most beautiful places in Egypt. أعتقد إن هي تكون أكتر أماكن جميلة في مصر. So لذلك I recommend visiting them. لذلك أنا بأوصي بزيارتهم. لاحظ recommend بيجي بعدها verb ing مباشرة. I recommend visiting them. أنا بأوصي بزيارتهم. أتمنى أن يكون امتحاننا عجبكم يا شباب. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة. اللايك بالنسبة لكم مش هتمثل مشكلة، إنما بالنسبة للفيديو هي تمثل بترفع الريت بتاع الفيديو رقم 1. رقم 2 بتحسسنا قد إيه أنتوا راضيين عن الشغل اللي احنا عاملينه في القناة. تعالوا بقى ندخل على الكويز اللي أنا عارف إن في ناس كتيرة مستنياه. Today's quiz هو عبارة عن 3 أسئلة تصويب ما بين القوسين. طبعا اسئلتنا انتوا عارفين اسئله اوائل طلبه، فيا ريت الكل يركز. Some of these fossils were 21 meters in وجايب لي long. This car is space وجايب لي have by my dad. Cats and tigers are space the same level. طيب وجايب لي هنا بين قوسين. اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا اصدقاء القناه يوفقوا في الاجابه عن ال3 اسئله معا. ما تنسوش كتابه الاسم والمنطقه اللي انتم منها، وانتظرونا باذن الله في الفيديو القادم فيديو تكريم. وحتى حينها اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.